يا مثبت العقل والدين يا رب. جماعه انا كل ما افتح الاعلام الرياضي عندنا اتفرج عليه 15 دقائق احس ان انا جالي تخلف عقلي ونسيت كل حاجه عن الكوره. ايه الحكايه بالظبط؟ مش عارف والله. انتوا جاوبوا لي على السؤال ده. هي لعيبه الكوره بيضرها اكتر توالي المباريات ولا الراحه منها؟ قولوا لي في التعليقات وتعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل على كل اخواتي. حلقه التنايه الثانيه النهارده قبل حلقه السهره وحلقه الصبح اللي نزلت على البيج وقناه جديده. لو مش متابعينها هحط لكم اللينكات بتاعتها تشتركوا عليها تحت. معانا اخبار وشائعات كتير وتصريحات اكتر هنعرف حقيقتها، لكن في البدايه كالمعتاد يا رب ليس لها من دونك كاشفه. يا رب الظلم والبلاء اشتد على اخواتنا المظلومين. يا رب انصر امتنا. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امتنا جميعا. اعمل لايك، اعمل كومنت، تفاعل مع الحلقه. كل ما تتفاعل كل ما بيوصلك الاشعارات بتاعت الحلقات الجديده. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه. ومارسيل كولر يا جماعه من الاخر كده خلال الساعات اللي فاتت بينهي الجدل. يبقى زي ما قلت لك في حلقه الصبح النادي الاهلي النهارده راحه سلبيه لكن بيتابع موقف كل المصابين. ومن الاخر كده مارسيل كولر تقريبا زهق، عايز يعمل حسابه على مجموعه معينه بدل من حسابات كتير عشان الراجل يحسم امره بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي. النهارده كان في تقرير مهم جدا من طبيب الفريق دكتور جاب الله. اكد النهارده مارسيل كولر انه من الافضل راحه بيرسي تاو وعدم مشاركته ولو حتى لجزء من الوقت في مباراه شباب بلوزداد. اقول لك على حاجه، ريحه اصلا وما تخلوش يسافر الجزائر، خليه يرجع على القاهره يعمل البرنامج التاهيلي بتاعه. لان التقرير اللي انا اطلعت عليه الراجل عنده اجهاد عضلي شديد جدا باعتباره واحد من اكثر اللعيبه اللي شاركت في دقائق مع منتخب جنوب افريقيا بالبطوله. الافضل ان انت تريحه استعدادا للماتشات اللي جايه. فغالبا وبنسبه 99% بيرسي تاو بره قائمه الماتش يا جماعه. مش هو بس لكن كمان وسام ابو علي اللي عايز اقول لك على حاجه بيقاتل في الجيم بتاع النادي الاهلي في التمرينات الفرديه عشان يكون موجود في قائمه الماتش. وطلب من مارسيل كولر ارجاء نقطه ان هو يحسم هيكون موجود في القائمه ولا لا لغايه اخر وقت. لكن مارسيل كولر جابها له على بلاطه من الاخر. انا مش هخاطر بيك. طبعا انا متفاهم حماسك الشديد جدا ان انت عايز تشارك مع النادي، لكن انا في نفس الوقت قدامي هدف اهم يوم 24 مباراه ميدياما، المباراه اللي هتكون برده مهمه وعلى ارضي وسط جمهوري وثلاث نقط المفروض ان انا اكون ضامنهم واستعين بيكم في الماتش ده بدل ما تدوني في مباراه شباب بلوزداد 50% من مجهودكم. لا، عايزكم في مباراه ميدياما تدوني بنسبه 100%. وعايز بصراحه اقول ان انا عقليه مارسيل كولر في النقطه دي محترمها جدا لانها بتدل على مدير فني واثق في امكانياته وفي قدرات اللعيبه اللي معاه في الصف الثاني وازاي هيكون مجهزهم. عشان كده ما بيعطلش على لعب. انا بس مش قلقان في القصه دي كلها والله غير من طاهر محمد طاهر. ان كانت دي اهم اخبار الفريق الاول مؤقتا لغايه ما نتابع في حلقه بالليل ان شاء الله. تعالوا نروح لتصريح مهم جدا برضو خاص في مباراه فريق شباب بلوزداد الجزائري. ومش عايز اقول ان هو تصريح تابع لمدرسه خالف تعرف. التصريح طالع من مين؟ من كابتن احمد شوبير اللي اتكلم كلام عمل جدل كبير جدا وكان عنوانه ان شباب بلوزداد حظوظه وفرصه بالفوز على النادي الاهلي اكبر من النادي الاهلي. الله، ليه يا كابتن شوبير؟ خير بس اقعد فهمني الموضوع واحده واحده كده. قال لك تعالى هقول لك. اولا المباراه هناك هتكون في حضور جماهيري كامل العدد. طب ايه المشكله يعني يا كابتن شوبير؟ ما النادي الاهلي لسه في النسخ اللي فاتت لاعب فريق وفاق سطيف وكان برده في حضور جماهيري كامل العدد. قال لك لا، قال لك لا والله مش هو ده السبب الوحيد. طب ايه تاني يا كابتن؟ قال لك بص بقى هقول لك على حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي بقاله 42 يوم ما لعبش مباراه، وده طبعا على عكس الفريق الجزائري اللي لعب 5 ماتشات بالتمام والكمال على المستوى المحلي في الدوري الجزائري بعد خروج منتخب الجزائر من بطوله كاس الامم الافريقيه. وهنا انا بنتقد القائمين على الكره المصريه ازاي فتره الراحه الكبيره دي. طيب يا كابتن عندك اسباب تانية بترجح فيها كفه الفريق الجزائري على النادي الاهلي؟ قال لك لا والله هي دي الاسباب اللي عندي والسلام عليكم ورحمه الله. خليني هنا ارد على كابتن شوبير. هحاول انه يكون بشيء من المنطق. هو يا سبحانك يا رب يا كابتن شوبير، هي الناس او اللعيبه عندنا هنا بتشتكي من توالي المباريات ولا من فترات الراحه او الفترات اللي بيبقى فيها ماتشات فيها فاصل زمني ما بين كل ماتش والتاني بشكل منطقي؟ ما المعلومه دي احنا قايلينها في حلقه امبارح يا جماعه، واللي سمع الكلام ده ينزل يقول لي حصل يدوها في التعليقات. قلت لك كده نصا شباب بلوزداد الجزائري لعب 5 ماتشات بعد خروج منتخب الجزائر وقلت لك نتائجهم باماره مولوديه البيض. اللي فاكر ينزل يقول لي حصل يدوها في التعليقات. الموضوع مش لقيه او رقم او معلومه عرفتها فلازم احنيك عليها واعمل موضوع من لا موضوع. ثانيا والسؤال الاهم يا كابتن شوبير، انت بتستعمى مين؟ اولا النادي الاهلي خلال ال 42 يوم دول لعب حوالي 3 وديات و2 منهم على مستوى عالي جدا في الدوره الوديه اللي كان بيلعبها في الامارات ورجع لعب مع فريق سموحه. والماتشات تاكيدا لكلامي كمان ان مارسيل كولر كان حريص على ان هو يستفاد من ميزه ان الفريق الجزائري لعب ماتشات والنادي الاهلي ما لعبش على المستوى الرسمي. ان الراجل كان حريص جدا على ان الماتشات دي في جزء منها ما يتذاعش وان لما يبتدي بتشكيل في الشوط الاول يغير تماما في الشوط الثاني لان الفريق الجزائري عامل صفقات جديده وشكله بقى محفوظ خلال ال5 ماتشات اللي فاتت اللي لعبها دي على عكس النادي
الاهلي اللي يعتبر لغايه دلوقتي مبهم تماما للنادي الخصم. يا ابو كباتن احنا عندنا لعيبه دوليه لغايه دلوقتي مش عارفين هترجع ولا مش هترجع تشارك مع الفريق من كتر الاجهاد اللي موجود عندها. ده الوضع بالكامل. اعتقد يعني اللي قاله كابتن احمد شوبير يصدر طاقه سلبيه للعيبه النادي الاهلي مفيش اي داعي ليها دلوقتي، ومش عايز اروح لابعد من كده واقول ايه لازمه الكلام ده يا كابتن شوبير دلوقتي. هل لان مصطفى شوبير هيبقى موجود مع الفريق وفي وش المدفع وفي حراسه المرمى فهي اي اسباب بنقولها من دلوقتي لا قدر الله ان النادي الاهلي يحقق اي نتائج سلبيه هناك؟ كلمه اخيره لحضرتك بس يا اهلاوي يا كبير، ان النادي الاهلي حصل على دوري ابطال افريقيا قبل كده والدوري كان واقف اصلا وما بيتلعبش. لكن خليني بقى اروح للتصريحات اللي بعد كده ولا اقول لك يا سبحان الله برضو فيها جزء اتفق فيه مع كابتن احمد شوبير. ما هو طبعا الموضوع مش نقد على طول الوقت يا جماعه، وده اللي يخلينا رايحين لكارثه هتحصل في الكره المصريه خلال الشهور اللي جايه. بس هو كابتن احمد شوبير بص للجزء اللي ما ينفعش فيه كلام وساب الجزء الاهم. احمد دياب رئيس رابطه الانديه طلع على مدار الساعات اللي فاتت بيتكلم عن الجدول القادم للكره المصريه بعد نهايه بطوله كاس الامم الافريقيه. الراجل قال يعني حاجات كلها اغرب من بعض. قال لك يا جماعه طبعا احنا كنا حاطين عندنا خطه مهمه جدا ان احنا نكمل ماتشات خلال الفتره اللي جايه ازاي، بس والله هي الفكره احنا ما توقعناش ان منتخب مصر يخرج بدري كده وياخد استماره 6. في نفس الوقت ما توقعناش برضو ان الاتحاد الافريقي لكره القدم يحط جداول الماتشات الافريقيه للنادي الاهلي والزمالك وللانديه الثانيه. لو ما شاء الله بنتكلم عن اتحاد كوره ورابطه انديه لا عندهم بلان بي ولا سي ولا ايه ولا بتنجان عليهم وعلى الجداول اللي هم بيديروها، لكن ده واخدنا لمصيبه كبيره جدا يا جماعه. ايه معناها؟ معناها ان تعالى احسبها حسبه بسيطه كده على النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده من دلوقتي لنهايه الدوري كام مباراه؟ عنده يا جماعه 30 مباراه بالتمام والكمال. حط عليهم كمان مباراه نهائي كاس مصر هتتلعب هناك في السعوديه بسفريه ثانيه، حط عليهم من 4 ل 6 ماتشات في بطوله دوري ابطال افريقيا. اذا انت بتتكلم على راي كابتن احمد دياب اللي عايز ينهي الدوري في 30/7. عندك في ظرف 5 شهور محتاج ان النادي الاهلي يلعب كام ماتش بقى يا جماعه؟ 37 مباراه بالتمام والكمال بفاصل زمني بس ما بين كل مباراه والثانيه 3 ايام ونص. وخلي بالك بقى عندك وسط الماتشات دي رحلات داخليه، رحلات خارجيه، رحلات اسيويه، وربنا يكتر. هو ده بقى اللي نتكلم فيها يا كابتن احمد شوبير من غير ما نحسس على الكلام. مش نروح ونقول انتم مريحين الفرق ليه، لكن نروح ونتكلم ونقول انتوا هتدعكوا ازاي الانديه خلال الفتره اللي جايه بالشكل ده. وكل ده عشان ايه يا جماعه؟ عشان الناس كانت فاكره نفسها مغسلين وضامنين جنه وان نجاحاتهم هتخلي المنتخب يوصل لنهائي بطوله كاس افريقيا. حقيقي انتوا اللي اداكم تنظيم الكره المصريه ظلمكم والله. تعالى بقى قبل ما نروح للجزء الاخير من سوق الانتقالات تعالى نتكلم عن تصريح مهم جدا واقول شابوه لصاحبه يا جماعه اللي الكذب خيبه. يعني انا بضحك كتير على تصريحاته والكلام المعسول اللي بيقعد يقوله لعيبه نادي الزمالك والكلام الملزق عن مجاملات للعيبه بتاعته، لكن الصراحه يعني والشهاده لله الراجل اول واحد يتكلم بالصراحه المطلقه دي ويقول كلمه الحق. الكلام هنا عن مين يا جماعه؟ عن ايمن يونس لاعب نادي الزمالك السابق وواحد من اكثر المحللين تعصبا لنادي الزمالك على القنوات الفضائيه. كابتن ايمن يونس وسط اعلام اون تايم سبورت اللي عمال بيهلل الجوائز الماليه الخاصه بنهائي بطوله كاس مصر اللي تم الاعلان عنها امبارح بقيمه 2 مليون دولار. الراجل امبارح طلع مع ابراهيم فايق واتكلم كلام مهم جدا يا جماعه. قال يا جماعه هو ايه اللي بيحصل ده؟ الجوائز اللي تم الاعلان عنها بالنسبه للنادي الاهلي والزمالك دي اهانه للكره المصريه واهانه لاسم الناديين او قطبين الكره المصريه. بعيدا بقى عن موضوع القطبين والكلام اللي مش هنخوض فيه ده دلوقتي، الراجل بيتكلم من رؤيه اشمل وخلينا نركز فيها. قال مش عايز اكون قاسي على اتحاد الكوره، مش عايز اقول فشل، لكن الناس ما قدرتش تسوق للملف ده بشكل صحيح. دلوقتي انت بتتكلم وشكله كده يا جماعه كان بيسمع حلقه التنايه بتاعت امبارح، اتكلم بنفس المعلومات اللي قلتها امبارح عن نهائي كاس السوبر الايطالي اللي كان بيتلعب بس من اسبوعين في السعوديه وكان بيتنظم ما بين الناديين اللي كانوا بيلعبوا البطوله يا جماعه بجوائز 25 مليون يورو. فقال لك لما تقارن بين ناديين زي فيورنتينا وروما عوائد البث والمشاهدات لن تقارن بعوائد البث الخاصه بالنادي الاهلي والزمالك، يبقى انت فشلت فشل ذريع ان انت تجيب القيمه المناسبه لناديين هم الاكبر على المستوى العربي والمستوى الافريقي. وبغض النظر عن كل الكلام والانتقاد البناء ده حابب احييه بقى على حاجه انا كنت عمال بتكلم عنها من اول لما اتقال ان البطوله هتتلعب هناك في السعوديه قبل ما حتى يتم الاعلان عن الجوائز بتاعتها. الراجل خبطها لابراهيم فايق في وشه كده امبارح، قال لك هو احنا نخبي على بعض يا ابراهيم؟ ما احنا عارفين كلنا ان البطوله اتقلب تنظيمها هناك في السعوديه عشان الجوائز اللي هتيجي هنسدد بيها الشرط الجزائي بتاع روي فيتوريا. الكل عارف الكلام ده، لكن ما ينفعش ان انت تبيع المباراه بالرخص اللي حصل ده. وده اللي هياخدنا لسؤال مهم جدا، هل الراجل كان صوته صوت حر وهو بيتكلم في البرنامج ولا ده سكريبت ابتدى يطلع خلال الساعات اللي جايه تمهيدا لان يتم طلب من الجهه السعوديه يا جماعه، خاصه ان بيقال ما تمش امضاء
امضاء العقود لغايه دلوقتي هيتم الضغط على الجهه السعوديه لزياده الجوائز الماليه، خاصه برضو مع ضغط النادي الاهلي امبارح قلت لك بخطاب بعته لاتحاد الكوره يستفسر ليه الانديه اللي هتلعب في البطوله مش واخده من الجوائز غير 40% بس. تعال بقى نروح للجزء الاخير الخاص بشائعات انتقالات النادي الاهلي والدوري المصري. اعمل لايك، اعمل كومنت، تفاعل مع الحلقه. كل ما بتتفاعل كل ما بيوصلك الاشعارات بتاعه الحلقات الجديده. عينك على زرار الشير، يلا نوصل الحلقه 150 شير عشان نقضي مع بعض على مشكله الاشعارات اللي ما بتوصلش لاخواتي اللي بيتابعوا الحلقات دي يا جماعه. خلال الساعات اللي فاتت طلعت اخبار كتير عن ملف التجديدات داخل النادي الاهلي، وطلعت اخبار عن تجديد محمد الشناوي، وبدات بعض الصحف الصفراء تكتب عن ان الشناوي يطالب بالعقد الاكبر في تاريخ النادي الاهلي. ليه خير يا جماعه؟ قال لك الشناوي طالب 42 مليون جنيه في تجديد العقد بتاعه. طيب الكلام ده ازاي يعني؟ قال لك والله الشناوي هيمضي لمده سنتين ويعدل العقد بتاعه عشان يستمر مع النادي الاهلي لغايه 2027، وقتها يكون حارسنا الدولي وصل لسن ال 39 سنه. طبعا يا جماعه الكلام ده زيه زي كلام كتير بيتزق في التوقيتات دي تحديدا. عشان ايه بقى؟ عشان طبعا كل اللعيبه اللي داخله على تجديداتها كمان تقول لك واشمعنى انا؟ يعني لما الشناوي ياخد حاجه 40 مليون وانا زميله مثلا في المنتخب ما تقاضاش قريب منه ليه؟ الكلام ده يا جماعه كل اللي سمعتوه عن ملفات التجديدات خلال الساعات اللي فاتت ليس لها اي اساس من الصحه. ليه؟ لان النادي الاهلي في انقسام حاليا داخل الاداره لتحديد مين اللي هيمسك ملف التجديدات ده تحديدا. الكلام اللي انا بقوله لك ده ما يلغيش تماما نقطه التعديلات اللي حصلت في اداره التعاقدات والتسويق، ان دلوقتي امير توفيق مركز في شركه الكوره، وان حاليا في كادر تاني جديد هو اللي هيمسك اداره التعاقدات. لكن اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب شايفه ان التوقيت ده تحديدا اللي هيكون فيه تجديد لكباتن تقيله داخل النادي ما ينفعش ان هو يتزق على حد لسه كادر اداري جديد داخل النادي. الملف ده حاليا اصلا لسه فيه خلاف مين اللي هيقوم عليه ومين اللي هيلتزم بيه مع لعيبه النادي الاهلي، امير توفيق ولا مين بالظبط. عشان كده كل المعلومات اللي بتسمعها عن ملفات التجديد دي ليس لها اي اساس من الصحه، لان الملف موقوف اصلا. الشناوي كده كده عقده ممتد ل 2025، محمد عبد المنعم كده كده عقده ممتد لغايه 6 2024، علي معلول كده كده في الفتره الغير المحميه، عمرو السوليه في الفتره الغير المحميه. يعني ما كانش فيه بالاساس اي حاجه تستدعي الاستعجال في كل الاخبار اللي طالعه دي اللي بتقول لك ان الملفات دي كلها بتحسم دلوقتي. في حلقه بالليل، حلقه التنايه، حلقه السهره، خبرين مهمين جدا عن سوق الانتقالات وكارثه في منتخب مصر يا جماعه. هنتابع مع بعض حلقه بالليل ان شاء الله، وهسيب لكم لينك القناه تحت وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بعد شويه ان شاء الله. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.